السلام عليكم. طلعت مش مكلفة خالص اهي ورخيصة جدا وكمان سهلة قوي. هجيب لكم النهاردة اسهل طريقة ممكن تعملوها بيها، تنفع بقى مع التورت او تنفع مع الشاي بلبن، كده حاجة عظمة ما فيهاش دهون وتحفة. يلا بينا. اول حاجة هجيب نص كيلو من دقيق الاسبونج وهنخله زي ما انتم شايفين كده. هنجيبه منين بقى؟ يا من محلات مستلزمات الحلوانية او من السوبر ماركت، علشان بيبقى عليه كل المواد الرافعة اللي ممكن تنجح معاكم الكيك. وعايزه اقول لكم ان هو مش غالي خالص، تقريبا اغلى حاجه بسيطه قوي من الدقيق العادي. فاحنا نجيبه بقى سبونج اصلا جاهز كده عشان ما نوجعش دماغنا. وبعدين النهارده جايباه بالشوكولاته وهحط عليه ربع معلقه من الملح واقلب كويس قوي مع بعض. وهحط بقى على النص كيلو 6 بيضات لو حجمهم متوسط او صغير، و5 لو حجمهم كبير. ولازم يكون البيض ده بدرجه حراره المطبخ، ما ينفعش نطلعه من التلاجة ونحطه على طول. وهحط عليه على طول كده ربع معلقة فانيليا علشان يضيع أي ريحة للزفارة. ومش كده وبس، ده أنا كمان هحط معلقة خل. ما تخافوش، الخل ده ريحته مش هتطلع خالص، بس هيساعد إنها تبقى هشة قوي، وكمان هيضيع أي ريحة للزفارة. ونص كوباية مية عادية خالص من الحنفية، بس مش هحطها دلوقتي، هضرب شوية كده، وأثناء ما أنا بضرب هحط شوية بشوية، يعني هحطها على مرتين أو 3. هنضرب قد إيه بقى؟ هنضرب حوالي 6 7 دقايق 8 دقايق، يعني جامد جدا. ما ينفعش الخلاط، عشان أنا عارفة إن انتوا هتقولوا لي كده في التعليقات، ممكن الخلاط ولا ممكن مضرب يدوي؟ ما ينفعش أي حاجة غير المضرب الكهرباء، علشان أنا عايزة أضربها كويس جدا. شايفين حجمها تضاعف إزاي؟ تحسوا إن هي بقت الضعف تقريبا، من غير بقى ما نفصل بياض عن صفار ولا صفار عن بياض. وده العامل التاني اللي هيخليها ناجحة جدا وهشة. العامل الأولاني يبقى دي سبونج، والعامل التاني إن احنا نضربها كويس جدا. دي بقى الصينية اللي أنا هخبز فيها، دي مقاس 20. لو عايزينها عالية قوي على اللي هتشوفوه خلوها 18، لو عايزينها أقل شوية في الارتفاع خلوها 22. ودي ورقة زبدة، عايزة أقصها بقى على قد القاعدة بتاعة الصينية بالظبط. أنا مش هحط في الجناب، أنا يا دوب بس هدهنها بالزيت كده، لكن القاعدة لازم أكون حاطة فيها ورق الزبدة عشان تسهل عليا وأنا بشيلها. طبقتها زي ما انتوا شايفين كده، وهاخد المقاس بتاعها وأقص على قد المقاس بالظبط وأحطها في القاعدة. بس الأول لازم أدهن بالزيت الصينية كويس جدا، القاعدة بقى والجناب وكل حاجة. الجناب هنقدر نسلكها كده بسهولة، لكن القاعدة هنحط فيها زي ما قلت لكم ورق الزبدة. بعد كده بقى هحط عليه الخليط اللي أنا عملته، شايفين هشة قد إيه؟ تحفة. طبعا احنا ضاربينها جامد جدا، يعني غالبا فيها فقاعات هواء كتير جدا، وعشان كده هجيب عصاية شيش واعمل حركات دائرية كده علشان اطلع اي فقاعات هواء، ومع ذلك برضه هيبقى فيها. المهم لو مش موجودة عصاية الشيش ممكن نخبطها كده كام خبطة على الرخامة. والمفروض اقول لكم اول الفيديو ان احنا لازم نشغل الفرن بتاعنا اول حاجة، علشان اول ما يوصل لدرجة حرارة 170 وهي المطلوبة نحط على طول الكيك. هيقعد حوالي من ساعة الا تلت لساعة الا ربع. وقبل ما يخرج نختبره بعصاية الشيش دي، لو طلعت نضيفة زي ما طلعت قدامكم كده تبقى زي الفل. خلاص خرجوه، غطوها بقى وسيبوها حوالي 6 7 ساعات، او من بالليل للصبح، ده في حالة ان احنا هنعملها تورته. لو عايزين تاكلوها كده على طول استنوا بس عليها اول ما تبرد وقطعوها. وبما ان بقى انا كنت عاملاها يوم عيد ميلادي، فانا حبيت اعملها تورته، فما استنيتش عليها بصراحه اكتر من 5 6 ساعات يعني. واول ما طلعت، شايفين الاول هي هشه قد ايه وطريه جدا، مش قادره اقول لكم بقى جمالها يعني. هشيل طبعا الوش ده هقشره علشان لما اجي ازينها تشرب كده الكريمه وتبقى طريه، وهي اصلا طريه من غير حاجه. وهنا بقى هقطعها على 4 رقان. عايزه اقول لكم بس هقطعها ازاي. انا هنا بعد ما هشيل الوش ده هسند بايدي الشمال كويس قوي على التورته من فوق او الكيك، وهمشي السكينة من تحت هي اللي بحركها داير ما يدور. هوريكم تاني، بصوا احط ايدي الشمال فوق وايدي اليمين هي اللي بتتحرك مش ايدي الشمال. وحتى لو ما طلعوش مظبوطين قوي مفيش مشكلة، الكريمة هتعالج كل حاجة ان شاء الله. الناس بقى اللي بتحب تعمل تورت كتير في البيت، او الناس اللي عاملاها يعني مشروع، هم في حاجة اسمها منشار كده في محلات مستلزمات الحلوانية بيجيبوها وبتظبط القطعات دي كويس جدا. شايفين الكيك وجماله؟ لا وكمان في سنة الخروشة دي اللي هي دليل ان هي ناجحة جدا، بس انا طبعا ما طلعتهاش في الفيديو علشان كان في دوشة كتير جدا حواليا. بس حلوة قوي ومظبوطة جدا. اتمنى بقى تقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات، وكمان تشيروها على اكبر نطاق. وشايفين بقى بعد ما زينتها حاجة كده روعة يعني، نزلتها لكم في الفيديو اللي قبل ده، يا ريت تشوفوه وبرضه تشيروه وبعتوها لكل حبايبكم. وما تنسوش طبعا تقولوا لي رأيكم، وما تنسوش كمان تعملوا لي لايك، يعني ده بعد اذنكم. والف هنا وشفا، والسلام عليكم.